القيام، وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه. عنوان حلقتنا اليوم: أحوال الإريتريين بمعية القرآن الكريم. أحوال الإريتريين بمعية القرآن الكريم. المحاور التي سنطرحها حول تأثير القرآن الكريم لجدنا النجاشي رحمه الله تعالى، كيف كان حال أجدادنا الأوائل وهم يستمعون القرآن الكريم لأول مرة. كذلك فيما يتعلق هل سلك الأحفاد مسلك الأجداد في القرآن الكريم، كيف يحضر القرآن الكريم في تفاصيل اليوم للمواطن الإريتري. كذلك فيما يتعلق عن التربية الوالدين للأبناء في حبهم للقرآن الكريم. كذلك إذا أخذنا الصبر كقيمة أساسية للمناضل الإريتري، فهل أخذها من القرآن الكريم؟ أيضا مرورا بمجموعة من القيم المتجذرة في الشعب الإريتري، من أين منبعها؟ ما هو مستقبل القرآن الكريم في إريتريا؟ كل هذه المحاور نطرحها على شيخنا وأستاذنا دكتور حسن سلمان الضيف الدائم، فأهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، ونهنئ المشاهدين في كل مكان بحلول هذا الشهر المبارك، ونهنئ شعبنا الإريتري في الداخل وفي الجاليات بحلول هذا الشهر، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على صيامه وقيامه. طيب، طبعا لا يخفى على شعبنا الإريتري مكانة القرآن الكريم في الكتاب والسنة، لذلك لن نخوض في هذا الباب كثيرا، فكتابنا هو ديننا، القرآن الكريم هو مصدر سعادتنا، ولذلك الله أوجب علينا الصيام شكرا له على نعمة القرآن الكريم. برأيكم شيخ حسن من حيث العموم، طبعا المحرر أتى لنا بتأثر النجاشي وأشار إلى قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا، ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق. خلينا نفتتح بهذا الموقف، ذكرنا به، ثم ندخل بعد ذلك. هل بالفعل الشعب الإريتري يتأثر كما تأثر النجاشي أصحم بعد سماعه كلام الله تبارك وتعالى وخلد الله عز وجل ذكره؟ حدثنا عن هذه الحادثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا بالنسبة للنجاشي كان ممن ينتسب إلى المذهب المعروف اللي هو مذهب الأروسيين، وهذا المذهب هو مذهب توحيدي. نعم. ليس مذهب يقول بالتثليث. أي. لأن كثير من الناس طبعا يتصور بأن النصرانية اللي موجودة الآن هي نفس النصرانية اللي كانت موجودة في فترة النجاشي. هذا ليس صحيحا. في ذلك الوقت كان النجاشي من أهل التوحيد، وكان في مذهب كامل تقريبا في النصرانية يقول به كثير من الناس، الأروسيين اللي هي أروس. الأروسيين مأخوذة من إيش يا شيخ؟ لو تتذكر في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فيها النجاشي: وعليك اسم الأريسيين. أيوة، هو قيل تظن لهرقل أو للمقوقس. نعم. بعض العلماء اعتبر الأروسيين المزارعين، لكن عندما تدرس الأديان وتاريخ الأديان، الآروس هذا هو أحد الذين كانوا رفضوا قرارات مجمع نيقيا الذي قال بالتثليث، فهو ظل على التوحيد. وبقيت بعض المجموعات النصرانية في جزيرة العرب وفي منطقة القرن الأفريقي وفي الحبشة وفي مصر كذلك على مذهب أريوس. وربما سبحان الله القرآن عندما يتكلم عن مدح النصرانية قد تذهب إلى هؤلاء، قد تذهب إلى هذا النوع اللي هو الذي يقول بالتوحيد، لما قال الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا.
فعلى كل النجاشي وصفه أولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهبه، لكن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مهمة جدا، وهي صفة أنه رجل عدل. قال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك تماما لطبيعة النظام وطبيعة الملك القائم هنا. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأرض، وهذه سبحان الله في خصائص عجيبة يعني يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان. يعني مثلا يقول الإيمان يماني، لكن أيضا ذكر عن في الحبشة قال وهي أرض صدق. فإذا لما يجتمع الصدق ويجتمع العدل يعني حاجة جميلة جدا، لأن الله عز وجل يقول فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والصدق دائما في التصورات والعدل في المسلكيات وكذا. فالنجاشي استقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآواهم وسمع منهم وحماهم ووفر لهم البيئة الآمنة، إلى أن جاءت لحظة من اللحظات بعثت قريش بعض المبعوثين، وخاصة كان أخطرهم عمرو بن العاص، وذهب وحاول أن يؤثر على النجاشي، وجاءوا بهدايا وكذا. فأرادوا أن يقول بأن هؤلاء يقولون في مريم ويقولون في عيسى قولا عظيما. فتشاور الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نفعل؟ قال والله ما في شيء، العقيدة لا مساومة فيها، نحن فيما يتعلق بما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ديننا وعقيدتنا وما يتعلق بعيسى سنقوله له وليكن ما يكن. فكان على كل المشهد المعروف في ذلك الوقت، قساوسة موجودين والنجاشي موجود وعمرو بن العاص، فتليت عليهم على كل بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وربما كانت متعلقة بقصة مريم أو ما يتعلق بعيسى عليه السلام. فجعفر الطيار جعفر بن أبي طالب تلا ما وصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى قال والله ما زاد شيء ولا نقص عما قالوا، إنه نفس الكلام الذي ورد عن عيسى هو الذي تقولونه. لماذا؟ لأنه كما قلت لك هو لا يقول بإيه؟ لا يقول بالتثليث، لا يقول بالتثليث. فعلى كل وصفهم القرآن بأنهم فعلا في هذا الموقف تنطبق عليهم آية آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فالهدايا التي جاءوا ليغروا بها النجاشي لم يتعامل مع هذا المنطق، بل رفض أن يقبلها وقال اذهبوا فأنتم شيوم في بلادي أو شيم في بلاد. هو طبعا شوم عندنا أنت تعرف كلمة الشوم. شوم يعني إيش؟ قال له السيد أو السادة. شوم كذا، نحن نطلقها الآن على زعامات القبائل مثلا. في بعض القبائل الزعيم شيمكم الأخو. أيوة شيمكم الأخو يعني أعطيتكم مكانا. أيوة هو نفس هو الشيم، أنتم شيوم في بلادك. ففي بعض العبارات طبعا أطلقت في هذا المجلس وكانت مؤثرة جدا على المدح يا شيخنا عالي جدا. قال الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نعم. فآثابهم الله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. نعم. وذلك جزاء المحسنين. طبعا هنا في لفتة مهمة كلام جدا. كلام سبحان كبير. الله أن رقة أهل الحبشة عموما، رقة أهل الدين فيهم في ذلك الوقت، بل حتى أهل السياسة فيهم لم يكونوا قساة كما هو الحال اليوم. يعني هنالك الآن قسوة سائدة بشكل كبير سواء في الحالة الدينية أو في الحالة السياسية، لكن في ذلك الوقت هذا الوصف تماما كان القرآن الكريم يصف هؤلاء الناس، والواصف ليس أي شخص من الأشخاص، هو كلام الله سبحانه وتعالى واصفا الحالة التي كانت في تلك اللحظة والتفاعل الذي حصل مع كتاب الله ومع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جميل يا شيخ حسن. طيب إذا كان هؤلاء هم أجدادنا في الحبشة عموما، وكانت الحبشة تطلق كلمة الحبشة ويراد بها أثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، هؤلاء هذه منطقة كلها داخلة في منطقة الحبشة. حتى إن الرئيس أردوغان قال لقد بني أول مسجد في أرضكم، فهو يعني في أرض الحبشة. نعم. عموما التي كانت تضم إريتريا. فأول مسجد بني هو في مصوع. نعم. وليس في أثيوبيا. نعم. وتحية لفخامة رجب طيب أردوغان أنه يعني زار أرض الحبشة، ولعله قريبا يزور أرض إريتريا أيضا،
وما ذلك على الله بعزيز. تحية عطرة لفخامة الرئيس. طيب شيخ حسن، إذا كان هذا واقع أجدادنا فما واقع الأحفاد؟ يعني الآن حدثنا عن محبة الشعب الإريتري للقرآن الكريم في جميع الولايات، نعم. منذ أن يولد الطفل وحتى يموت شيخا كبيرا، كيف علاقته مع القرآن الكريم؟ هو خلينا نقول بشكل عام معظم الشعوب والقبائل والمكونات والبلدان التي لا تكون اللغة العربية فيها اللغة الأساس، تجد سبحان الله ارتباطهم بالقرآن ارتباط، خلينا أسميه ارتباط تقديس. يا سلام. عندهم أن الكتاب مقدس بغض النظر هو عرف معناه ولم يعرف معناه، لكن هذا الكتاب بالنسبة له كتاب مقدس، كتاب معظم، كتاب. وهذا يتوارث جيل عن جيل. طبعا إلى اليوم أعظم ما يمكن أن نقول بأنه والله لا يساوم فيه الشعب الإريتري موضوع القرآن الكريم. يا سلام. في كل الأحوال تجد سبحان الله وفي كل الظروف يبقى القرآن هو إيه؟ هو الكتاب الذي يحرص الآباء على أنه الأبناء يفتتحون به حياتهم. فالطفل مثلا قبل أن يفتح عينيه على أي شيء أو على أي تعليم يفتح على إيه؟ على الخلوة، يفتح على الشيخ، يفتح على إنه يعني اليوم على الأقل قد تكون الأمور تغيرت، لكن مثلا نحن كان عندنا حاجة اسمها التايتلو اللي هو الحطب الذي يجمع للنار التي تضيء أعد أنا أريد هذه العبارات. أيوه العبارات التايتلو يقول الشعبية. التايتلو هي النار التي توقد لقراءة القرآن ليلا وفجرا كذلك، لأنه أحيانا الفجر أيضا تأتي قبل أن تخرج الشمس. فالطلاب سبحان الله ملزم كل طالب بأن يأتي حطبة يحملها على يمشي الخلا ويجيب كل واحد خشبة من الأخشاب، ويوميا القريبة تأتي كل يوم أنت بخشبة. سبحان الله. أيوه، فأنت تساهم في عملية إيه؟ عملية تدفئة المكان والإضاءة أيضا. جميل. وكان القراءة على الألواح. جميل. فسبحان الله هذه الصورة مرتبطة في ذهن الذين عاشوا تلك اللحظة، عاشوا تلك التجربة. ويبقى سبحان الله هو تجده لا يعرف العربية ولكنه يفتح الله عليه في القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر القرآن تجده في الشعوب غير العربية فعلا. ما الذي يجعل الأندونيسي والماليزي والهندي والباكستاني تجده ما شاء الله لسانه في القرآن الكريم لا عوج فيه. نعم. فنفس الطريقة يعني ما يمكن أن نقوله في بقية الشعوب ستقوله أيضا في الشعب الإريتري. بالنسبة يعني طبعا أكيد ستكون في مراحل مختلفة وستكون في أجيال مختلفة. فالمرحلة التي يكون فيها الإسلام هو السائد والإمارات الإسلامية هي الحاكمة سيختلف عن أن يكون المسلمون محكومون من غيرهم وخاضعين كذلك لأحكام ليست إسلامية. بطبيعة الحال هنا سيكون هنالك فروقات سواء عندنا أو في أثيوبيا بشكل عام. هذه المنطقة ستجد فيها الاختلافات. لكن نحن طبعا في الآونة الأخيرة خلينا نقول على الأقل 70 أو 80 سنة السابقة والماضية كان الإنسان يحاول يفتتح القرآن في بداياته في قريته في مدينته في المكان الذي هو فيه، لكنه يحرص قدر الإمكان أن يهاجر للعلم. أحيانا الهجرة كانت مثلا إلى غرب إريتريا، كانت في مناطق في غرب إريتريا فيها خلاوي متخصصة. الغرب يعني ايش المدن؟ يعني على الحدود السودانية. على الحدود السودانية في مناطق كان يسموها مناطق القدين. القدين هذه قبيلة من قبائل غرب إريتريا وكانت مشهورة بمسألة إيه؟ خلاوي القرآن، والناس تحفظ فيها ويذهبون ويأتون وكذا. بعضهم يتجاوز هذه المنطقة ليدخل مباشرة إلى قلب السودان، لا يقف فقط عند الحدود السودانية ولكنه يذهب إلى الجزيرة مثلا. كان النيل هذا اللي هو مناطق الجزيرة. لماذا كانت مناطق السودان هي أكثر علما من مناطق إريتريا رغم أن أول من دخل الإسلام في إريتريا؟ أيوة نعم. طبعا هنا الفارق بين النمطين. الحالة الإسلامية في السودان التحول فيها كان تحول كامل، بمعنى السودان إذا دخلت قرية أو دخلت مدينة تجد أن كل الناس مثلا لما نشأت مناطق الدولة السنارية وحاولت تتمدد شمالا تذهب إلى المناطق بتاعت الممالك المسيحية في السودان، تلاحظ بأن كان تقوم الدولة وتقوم الحالة العلمية ويقوم المجتمع على الإسلام. جميل.
في إريتريا تحديدا ومنطقة الحبشة ظلت الحالة بتاعت الديانتين حالة صراع مستمر. يعني تارة يعلو الإسلام، ويعلو الإسلام غالبا عندما تقوى كذلك أو يقوى الإسلام في مركزيته، عندما يكون هنالك دولة مركزية للإسلام قوية مناطق الأطراف أيضا تقوى. هذه كانت الصورة جميل. لما يضعف في الوسط أو تنهار دولته أو يأتي المغول وتنهار الدولة، تجد الأطراف الأخرى تقوى وتحاول أن تضعف المسلمين. يعني صحيح في السودان مثلا في قراء، نعم، في قراء ب7 القراءات إلى 10 قراءات. في إريتريا لا أدري هل هناك قراء ب7 قراءات؟ لم ينتشر هذا في إريتريا. لم نسمع أن ثمة عالم مثلا يقرأ بالقراءات ال7 أو ال10. كذلك لم نسمع أن ثمة مسجد مثلا يختم القرآن الكريم عدة مرات في المسجد مثلا. يعني في مصر ما شاء الله مساجد بالآلاف تختم. نعم. في السعودية كذلك، في دول العرب عموما. في إريتريا لا يوجد هذا، اللهم إلا أن أئمة الأوقاف يقرؤون في صلاة التراويح بقصار السور، قصار السور. كانت هناك بادرة بعد ما انتشرت الدعوة، بادرة من بعض الشباب لإقامة صلاة التراويح في البيوت وإقامة الختمات، لكنها لم تستمر كثيرا. نعم. جاءت الاعتقالات وحصل ما حصل. يعني حدثنا عن أنت تحدثنا الآن عن هذه الأسباب، لكن نريد أن نتعمق قليلا كيف ممكن نعود إلى هذا. نعم. أولا أنا ذكرت أنه على الأقل خلينا نقول نحن من الفترة الإيطالية والبريطانية والأثيوبية ظلت أنت لست أمام دولة هنا، أمام إقليم سميه أو أمام حالة يعتبرها الأطراف الأخرى إما تحت سطوة أجنبية خارجية أو سطوة أيضا مجاورة كما حصل الحال مع إثيوبيا. فظلت على الأقل هذه المنطقة باستمرار ما بين محتل وما بين ثورة على المحتل. طبيعة هذه الحالة عموما كما هو معروف هي تعطل العملية التعليمية، تعطل العملية الاقتصادية، تعطل التنمية، فيكون الشعب في نهاية المطاف لا يستطيع أن يؤدي الأمور بشكل صحيح. بدليل أنه يعني أن الشعب الإريتري مهتم بقضية القرآن الكريم. تعال الآن مثلا إلى مخيمات اللاجئين في أي مكان، تجد بأن أول ما يهتمون به مراكز تحفيظ القرآن الكريم. سبحان الله. أكبر كمية الآن ربما تجدها من الإريتريين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلك على أنه والله هذا الشعب متشرب قضيته حب القرآن، وأن القرآن بالنسبة له أمر مهم جدا. كيف على كل ننتقل به من التقديس إلى أن نجعله كتاب هداية بمعنى وكتاب تدبر وكتاب صناعة الحياة، بقضية أخرى. لكن الفكرة الجوهرية هم يتعاملون معه ككتاب مقدس، ولا بد هذا الكتاب أن يحفظ، ولا بد أن ومن يحفظ كتاب الله يجد أيضا تقديرا خاصا وكذا. طبعا نحن الآن كيف نستطيع على كل أن نعمل على إحياء القرآن الكريم في شعبنا؟ هذا تحتاج إلى جهود كبيرة جدا إذا سلمت بطبيعة الحال من الاستهداف السياسي، لأنه أنت أيضا لست أمام وضع مريح، يعني أنت أمام وضع يواجه رسميا، يعني ما مفتوح عليك المساجد بحيث والله تفعل ما تشاء، تربية وتعليم وتلقين وتفسير وكذا، ولا مفتوح لك المعاهد أيضا العلمية، ولا عندك الجامعات الإسلامية التي يمكن أيضا أنت أمام بلد مغلق لا يريد أيضا الحالة الإسلامية أن تأخذ دورها في داخل هذا البلد. لكن مع ذلك يبقى حتى هذه اللحظة الفرصة الوحيدة اللي في تقديري متاحة ويمكن الناس أن تبني عليها وأن تجعل منها إن شاء الله ظاهرة، هو أن والله لا بد ارتباط أطفالنا وارتباط كذلك كبار السن بالقرآن الكريم، وأن لا تكون مسألة القرآن هو كتاب تقديس فقط كما ذكرت في البداية، ولكنه كتاب هداية، بمعنى أنت محتاج إلى أن تأخذ كل هداية في الكتاب العزيز لتحولها إلى ترجمة عملية في واقع الحياة. فإذا جاءتك هداية الصلاة مثلا، كيف تترجم إلى أن تحيا الصلاة في واقع المجتمع؟ إذا تكلم القرآن الكريم عن الزكاة كيف يترجم ذلك في واقع الحياة؟ إذا تكلم القرآن الكريم عن مفهوم التعاون
والتعايش بين الناس يجب أن يترجم ذلك في واقع. فالقرآن الكريم ليس كتاب فقط لأنه والله عندما يحصل مرض أو عندما هنا نحن نعمله حجبات أو نعمله تمائم أو نعمله دي الظاهرة الآن للأسف الشديد اللي ربما تسود كثير من القطاعات أنه يهتموا به ككتاب مقدس، يأخذ آياته ككتاب مقدس يهتموا فيه بهذا الاتجاه. لكن هذا التقديس لا بد أن يتحول إلى كتاب إيه؟ كتاب عملي يعني. لكن شيخ حسن، نحن كل ما تحدثنا يعني نحيل الموضوع في الإعاقات على النظام، لكن ربما يكون يعني التقصير منا. الآن ما المانع يعني الأوقاف أن يأذنوا للحفظة بإمامة المصلين في صلاة التراويح؟ ما المانع؟ لماذا يبقى الإمام شيخا كبيرا مسنا يقرأ على نفس الطريقة التي مرت 50 سنة؟ ماذا لا نحاول أننا ننوع، نأتي وليكن الآباء جزاهم الله خير والشيوخ قدموا بما فيه يعني ما يعني جزاهم الله خير، ما أقول بما فيه الكفاية لكن بما يقدم لهم عند الله تبارك وتعالى من الأجر. نعم. اليوم أنت عندك الحمد لله يعني طلبة حفاظ متقنين لكتاب الله سبحانه وتعالى، افتح لهم المجال، وليكن لك أنت إمامة الفرض العشاء، ويكون لك أيضا الشفع والوتر والدعاء، واترك الصلاة لهؤلاء الشباب. يعني هذا المفهوم ما الذي يمنع الأوقاف أن تتبعه في سائر مساجد إريتريا؟ يعني هل يتدخل النظام حتى يمنع هنا؟ نحن لا نريد أن نظلم النظام أيضا في كل قضية نحيل الموضوع إليه، احنا في قد يكون بأيدينا يعني. لا، هو أنا أتفق معك إن في بعض القضايا قد تكون الحالة الطائفية والحالة المذهبية والحالة الطرقية برضو لها أثرها يعني. فبعض إدارات الأوقاف قد تخشى أصلا من صعود ونمو تيار بعينه داخل المجتمع، فتجد إنه والله هو همه كله والله يذهب في الحالة التقليدية اللي هو والله تعود عليها، ويرى أيضا بشكل أو آخر هذه بالنسبة له ما يجيدها وما يعرفها وما يستطيع أن يتعامل معها، ويتعامل مع الأطراف الأخرى بأنه والله جاية بحالة جديدة مذهب جديد وبطريقة جديدة وهو يتضرر منها قبل الآخرين، هكذا يتصور. مع أن المسألة كما تفضل إذا تعامل معها كمنطق ديني محض، أنه والله موضوع القرآن الكريم وتأثير الناس بهذا القرآن وتعلم الناس لهذا القرآن وفهم الناس لهذا القرآن لا تتضرر منه أي فئة مسلمة أصلا في نهاية المطاف. لكن هي تبقى في نهاية المطاف سواء ضعف في الأوقاف أو كانت حظوظ لبعض الشخصيات داخل الأوقاف أو كانت عداوة لتوجهات بعينها أيضا لا تريد هذه التوجهات أن تبرز أو تظهر، وتحرص أن والله الصبغة الأساسية داخل الأوقاف أن تكون صبغة معينة. هذه كلها تساهم كما تفضلت ب. طيب يعني أنا أتعجب من هؤلاء الشيوخ وكبار السن أنهم يبقون متخوفين من أبنائهم يعني إلى هذه الدرجة. يعني ما هي رسالتك لهؤلاء؟ متى سيفهمون موضوع وأن هذه أمتكم أمة واحدة؟ متى سيدركون موضوع أن يعني الخلاف هناك خلاف تضاد وخلاف تنوع، وأحيانا أنت حتى مع خلاف التضاد قد يكون بينك وبينه تفاهم لمصلحة أكبر. اليوم نحن نواجه مشكلة كبيرة مع الذي لا يريد القرآن أساسا، لا يريد القرآن أساسا، يريد كفرا. فأنت اليوم يعني نحن نتكلم عن آبائنا الذين هم من الصوفية فنترحم عليهم ونترضى عنهم ونقول جزاهم الله خيرا، يعني بذلوا قصارى جهدهم حتى أصبحنا نحن مسلمين. يعني أنا كبرهان أول من قرأ في خلاوي هي كانت الصوفية، قرأت القرآن الكريم عند الشيخ حسن وغيرهم من هذه. طبعا اليوم لا يزال هذا الفهم يعني والله لا ينبغي. يعني رسالتكم يا شيخ حسن حول هذا الموضوع رسالة موجهة لإدارة الأوقاف ولإدارة الإفتاء حول هذا الموضوع، ماذا تقول؟ والله جزاك الله خير، يعني أنت يمكن لامست الجوهر المشكلة، وهو كيف يعني يتحرر الإنسان ابتداء من كل حظ للنفس ويجعل أمره كله خالصا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص ابتداء أن تبتغي أنت بكل
ما تسعى إليه وجه الله قبل أن يكون أي شيء آخر، وألا تخشى في ذلك إلا الله سبحانه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فأنت سواء كنت في موقع مسؤول كبير أو كنت في موقع مسؤولية مباشرة في مسجد من المساجد، فإن حصار القرآن الكريم في الأشخاص الذين يمكن أن يقومون به تلاوة وتعليما وتفسيرا وتدبرا، محاولة حصار هؤلاء تدخل في النهاية في الصد عن سبيل الله شئت أم أبيت. وهذه خطيرة جدا، إنه والله أسوأ حتى من الذي كفر بالله. يعني هذا الذي يصد يعني الناس عن كتاب الله أو يصدهم عن تعليم القرآن، أو يرى بأن الناس إذا تعلمت هذا الكتاب العزيز يشكل بالنسبة لها ضياع لمصالحها، فإن هذا من شراء الدين بالدنيا والعياذ بالله. وهذه إشكالية كبيرة على كل يمكن أن يقع فيها الناس. فنصيحتنا التي يمكن أن نقولها بأنه فعلا كما تفضلت، اليوم ليست المعركة مع من يعني معركة بينية، إنه والله وهابية ضد خاتمية، ليست المسألة كذلك، ليست مسألة كذلك. بقدر ما هي المسألة اليوم، هل المسلم في داخل إريتريا يتمتع بأبسط الحقوق دي؟ يعني الآن ماذا بقي للمسلمين؟ القرآن الذي نتكلم عنه اللي موجود في الخلاوي. يعني أنت كنسبة اليوم موجودة لهذا الشعب اللي هو أفرض كما يقول النظام أنه نسبتها 50%، يفترض 50% تظهر في الحقوق الدينية بنفس الحجم. كيف يتعامل النظام مع الكنيسة وكيف يتعامل النظام مع يجب أن تلفت أنظارنا، يعني الذين هم في الأوقاف أعرف الناس منا، يعني يمكن يعرفون خفايا ما لا نعرفها نحن. وبالتالي كان يفترض أن يدعوهم ذلك إلى مزيد من العمل، مزيد من الجهد، مزيد من التماسك، مزيد من الوحدة، والعمل في المشتركات، عمل في المشتركات. وأنا عجبني صراحة ما قام به الإخوة السوريون الآن مثلا في دمشق، لما دخلوا أول خطوة توحيد الخطاب الديني. ويمكن هذا الموضوع أن يقوم بها الإفتاء، يقوم بها الأوقاف، يقوم بها مفتي الديار الإريترية نفسه، بأنه والله لماذا لا يحصل؟ إذا أنت أصلا حاسس بأنه في إشكالية خطاب، يجب أن تسعى إلى محاولة تقريب الخطاب وتوحيد الخطاب. في النهاية المساحة الدعوية غالبا لا يكون فيها إلا خطابا واحدا. المساحات المختلف فيها أنا أسميها الخلافات العلمية وليس الخلافات الدعوية. الخطاب الدعوي هو خطاب الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، الإيمان بكذا، دعوة الناس إلى الصلاة، القرآن العام. أما تفاصيل القضايا العلمية التي يدخل فيها الدارس في المؤسسات العلمية، هذه تكون غالبا في الدرس العلمي وليس في الحالة حلقة الدعوية أو الحلقة الوعظية. فأنت أيضا في داخل إريتريا محتاج إلى هذا النوع من الخطاب، إنه والله يمكن أن نتحد على الخطاب الدعوي وإن اختلفنا في الخطاب العلمي المدرسي. يا سلام. نعم يا سلام، هذا كلام جميل جدا. نرجو إن شاء الله أن تكون هذه الرسالة قد وصلت للأوقاف ولدار الإفتاء حتى يتمتع الشعب الإريتري. حقيقة يعني يعتبر القرآن الكريم مظلوم في إريتريا، لم يعطى حقه حقيقة. وأنا أشوف أن هذا تقصير من الشعب نفسه ليس فقط من النظام. يعني رسالتنا للشعب أن يجتهد في قراءة القرآن الكريم، وأن تكون هناك حلقات. قديما كان دعاة مصر يأتون فيقرؤون القرآن يعني في داخل المساجد. لماذا منعوا هؤلاء يا شيخ حسن؟ هو نفس النفس، يعني نفس النفس الذي يخشى من توسع الدائرة. هو شوف هل سبحان الله مثلا أحد القراء يتصرف شيء معين؟ لا 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 لا. أنا قبل كده لو تذكر ذكرت إنه والله يا أخي ما عندنا مشكلة في إنك أنت عندك موقف من الخارج أو عندك موقف من أي شيء جاي من الخارج، مش كده؟ يعني عندك مشكلة مع الأزهر، عندك مشكلة مع المدينة المنورة، عندك مع الإسلام الوهابي، مع كذا، عندك مشاكل، عندك مشكلة مع الإسلام السوداني، هذه كلها عندك. طيب ما هو نوع الإسلام الذي عندك؟ وأسس له المؤسسات، أسس له. في نهاية المطاف لا بد لهذا الشعب الذي يتواجد في إريتريا كشعب مسلم لا بد له من حقوق دينية يتمتع بها. لا يمكن أن تقول لي والله حتى هذه اللحظة لا توجد كلية واحدة تخرج حفظ لكتاب الله، كلية واحدة تعمل على الأقل على تعليم العلوم الشرعية التي يحتاجها المسلم في حياته. حتى قضية المؤذنين والأئمة ما عندك اليوم. في تركيا العلمانية اللي كانت وصلت إلى أسوأ مراحلها، وكانوا يلاحقون مثلا من يحمل القرآن الكريم، وكان الأذان باللغة التركية، وكان الناس لتسمع القرآن الكريم تذهب إلى البحر
مع بعض حتى يؤذن له واحد باللغة، هذه كل اليوم انقلبت القضية. فالكبت والاستبداد والملاحقات لكتمان الحق عمره قصير. لكن ليست القضية كما تفضل الآن، لا نحاول نحن أن نعلق الأمور على الآخرين، فالآخر سيعمل وفق قناعاته وفق دينه وفق هويته وفق مزاجه الذي يريده للبلد. أنت كيف تدافع في سبيل إثبات حقك، وفي سبيل التمسك بدينك، وفي سبيل الاستماتة دون هذا الحق. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جاهر فأمره ونهاه فقتله. ولا شك نحن طبعا في الفترة اللي فاتت الناس الحمد لله قدمت نماذج مثل نموذج الشيخ موسى، كلمة حق قالها وسجن من أجلها ومات في هذا السجن، وأحسبه إن شاء الله من هؤلاء الذين إن شاء الله يعني فالقضية ما ضاع حق وراءه مطالب كما أقول دائما. يعني إذا كان هنالك داخل الجيش، لو أن أبناء المسلمين جميعا تمسكوا بفكرة الصلاة، هل يستطيع النظام يمنعهم؟ ما هي القضية ضعفك أنت وقبولك أنت واستجابتك أنت وتماهيك أنت وتنازل بعض المسؤولين من أبناء المسلمين. يعني أنا الذي أعرفه مثلا أن الذين قالوا للنظام بأنه والله موضوع الجمعة مش مهم كثير، يعني فقط لو وجدنا ساعتين نصلي ونرجع ما نحتاج إلى عطلة، ما نظروا إلى رمزية الجمعة للمسلمين في أنه والله هذا اليوم في إطار الدولة وأعيادها ومناسباتها كعطل له اهتمام، لأنه بيتعبر أنه الشعب إيش وضعه. صحيح. فهذه كلها طبعا أنا لا أقول بأنه والله الطرف الآخر ما استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه إلا على أكتافنا نحن. كما قال مارتن لوثر الأمريكي، قال لو إن لم يكن ظهرك منحنيا لا أحد يستطيع الركوب عليك. نعم. فأنت إذا كنت واقف ومستقيم وتطالب بحقوقك وتطالب بكذا تستطيع أن تصل إلى أهدافك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ حسن، صلى الله تعالى أن ينصر كتابه وسنة نبيه في إريتريا خاصة وفي جميع أنحاء المسلمين عامة. مشاهدي الأكارم، أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان، كما أشكركم أنتم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام شهر رمضان وقيامه وقراءة القرآن وتدبره، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينشر هذا الخير في ربوع إريتريا خاصة وفي جميع أنحاء المسلمين عامة. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة